ناس كتير بتسأل ليه وزني ثابت رغم الدايت القاسي اللي انا بعمله؟ السر ان جسمك دخل وضع المجاعة، يعني الحرق بيقل واي لقمة بتتحوش على طول لدهون. طيب نحلها ازاي؟ انا دكتورة مريان ماهر، صيدلانية، بقدم لكم محتوى طبي بسيط يخلي المعلومة توصل لكم من غير اي تعقيد. والسنة دي الحمد لله انا مرشحة في مسابقة ديجيتال كرياتور اووردز كافضل صانعة محتوى طبي. الترشيح ده شرف كبير ليا وصوتكم هيفرق جدا معايا. هسيب لكم لينك التصويت اسفل الفيديو. في كام نقطة مهمين هقولك عليهم دلوقتي، خد بالك منهم، هيفرقوا معاك جدا في الدايت بتاعك وهيخلي الميزان يتحرك بشكل سريع. اول حاجة البروتين. وجود البروتين في اول الوجبة بيرفع هرمون الشبع او الGLP1، كمان بيقلل الجوع لباقي اليوم. تاني نقطة وهي ترتيب الاكل. لو كلت خضار الاول وبعدين بروتين واخر حاجة النشويات، فانت بتخلي سكر الدم يثبت والحرق يشتغل لأطول فترة ممكنة. طبعا ما ينفعش ابدا ان احنا نتجاوز النوم المبكر. السهر بيقلل هرمون الليبتين وده هو هرمون الشبع في الجسم. مش بس كده، كمان بيزود هرمون الجريلين او اللي هو هرمون الجوع. نقطة مفيدة وهي المية الباردة او المية الساقعة. لما بتشرب كوباية من المية الساقعة ده بيخلي جسمك يحرق سعرات اضافية علشان يعادل الحرارة. وجبة الفري او الوجبة المفتوحة ما ينفعش انك تتجاوزها او ما تعملهاش. الوجبة دي بنعملها مرة كل اسبوع. الوجبة دي بتدي اشارة لهرمون الغدة الدرقية علشان يبدأ يحرق من جديد. كمان في مشروبات حارقة مهمة جدا زي مشروب اللبن مع الكركم مع رشة من الفلفل الاسود، زي مثلا مشروب الشاي الاخضر، وده من اجمل واقوى المشروبات اللي بيرفعوا معدل الايض او معدل الحرق. تاني حاجة القهوة، سواء القهوة الخضراء او القهوة العادية، دي بقى بتساعد على حرق الدهون بشكل ممتاز وكمان بترفع الادرينالين. وطبعا كوباية القرفة والجنزبيل، دي من اهم الاعشاب اللي بيقللوا مقاومة الانسولين وبيقللوا مستوى السكر في الدم. توقيت الاكل مهم جدا جدا. جرب من النهاردة ان اخر وجبة هتاكلها تكون قبل النوم ب3 ساعات، وخد بالك ان الجسم بيحرق كويس جدا اثناء النوم، ولو اكلت متأخر الجسم هيبدأ يخزن دهون. اخر حاجة الحركة البسيطة. لو بتعمل كل الخطوات دي ومفيش اي حركة الجسم هيفضل ثابت. الحركة بتساعد على حرق الدهون اضعاف مضاعفة. الخلاصة مش الحل ان انت تجوع نفسك، افهم جسمك والعب على الهرمونات اللي بتتحكم في الحرق.